التعاون ينهي مغامرة التنمية ويطير إلى المربع الذهبي للبطولة الرمضانية بعمران. وكالة البون ومؤسسة أبو داود للاستيراد والتصدير تكرم النجم القباضي. ابن الجسامي يكرم نجوم التعاون ويقوم مأدبة عشاء على شرف الفريق. أقام فريق التعاون والتنمية ممرا شرفيا لبراعم التعاون بعد تحقيق بطولة أكاديمية عمران للبراعم لكرة القدم. تعاون عمران ينهي مغامرة نجوم التنمية الفريق المحترم في البطولة، وبلغ المربع الذهبي للدوري الرمضاني الذي يقام على كأس الرئيس الصماط الكروي التي ينظمها اللجنة المنظمة السنوية بقيادة الكابتن نبيل الرصين، عقب فوزه على التنمية ب3 أهداف لهدف. وباغت التعاون وصيفها النسخة الماضية منافسة وتقدم بهدف مبكر بواسطة لاعبه عبد الرحمن الخيواني في أول دقائق الشوط الأول، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول لصالحهم بهدفين دون رد. وبدأ فريق التنمية الشوط الثاني بقوة وتمكن من تقليص الفارق عبر سام الصعر الذي سجل هدف فريقه الوحيد. وقبل نهاية الشوط الثاني بدقائق معدودة وسع عمار القباضي النتيجة مسجلا ثالث أهداف التعاون لينتهي اللقاء بفوزهم ب3 مقابل هدف. بهذا الفوز تأهل التعاون إلى نصف النهائي البطولة للمرة الخامسة تواليا. أدار المباراة عبد الرزاق العشبي بمعية محمد معيض وعبد الكافي محمد. وعقب المباراة قام رئيس فريق التعاون بشير الجسامي والمهندس إبراهيم البن بتكريم النجم عمار القباضي بجائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من وكالة البون ومؤسسة أبو داود للاستيراد والتصدير. ابن الجسامي يقيم مأدبة عشاء وتكريم في مجمع لمسات على شرف نجوم التعاون. أقام رئيس التعاون الشيخ بشير فرحان الجسامي بحضور المدير عبد الرحمن عامر وسط أجواء رائعة كان للمرح والفرح بعد التأهل مأدبة عشاء وتكريم مالي لجميع اللاعبين في مجمع لمسات السياحي على شرف نجوم التعاون وبعض نجوم المنتخب الوطني. وتأتي حفلة العشاء والتكريم المالي في إطار تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم التي أعدت الفريق على إقامته خلال السنوات الماضية، وحرص على تشجيع لاعبيه والاهتمام بهم، وذلك من أجل تحقيق البطولة الغالية في المحافظة. وقد حرصت إدارة التعاون على إقامة مأدبة عشاء والتكريم المالي بحضور جميع اللاعبي التعاون، وذلك من باب الاهتمام والتشجيع للاعبين لمواصلة نشاطهم والتطلع إلى تقديم المستوى الجيد في نصف النهائي.